ومش كده بس، يمكن ربنا ما بيحطناش غير في الحاجة اللي احنا بجد قادرين نستحملها وقادرين نعدي منها. يمكن ربنا حطك دلوقتي في الحاجة دي عشان يختبرك لحاجة تانية أكبر بكتير، مش عشان تيأسي، مش عشان تخافي إن اللي بيحبك يبعد عنك. يا منى أنا هفضل معاكي لحد آخر العمر والبعد آخر العمر كمان، ولما أموت في جنتي إن شاء الله هفضل فاكرك برضه وهتفضلي معايا. عايزك تفضلي جنبي للآخر، مش عايزك تيأسي أو أي حاجة تزعلك. كده كده أنا عارف إن رحلة العلاج صعبة وطويلة وفيها مصاعب كتير، بس هنعديها سوا، متخافيش. انا والله مش عايزاك تزعل مني ابدا. انا كان محابب على قلبي ان انا اقولك، واول حد يبقى عارف واجري اترمي في حضنه. بس انا كنت خايفه من رد فعلك، كنت خايفه انك تبعد عني. ما كنتش اعرف ان انت ممكن تشتريني، ولو كنت اشتريتني برضو كنت خايفه ان انت تسيب نفسك كده عايش وانت مش عايش مع واحده مش هتعرف تخدمك.